له 8 ايام وليس اليوم، لكن الاعلام صدر المساله على انها اليوم. طيب سياده اللواء مصطفى الباز مدير امن الدقهليه، مساء الخير يا فندم. اهلا يا استاذ رانيا، يا مرحبا. اهلا بحضرتك. المبنى اللي وقع النهارده في الدقهليه ده بقاله 8 ايام فعلا؟ انا بس عايز اصحح لحضرتك والساده المشاهدين. اتفضل. الخبر ان الكلام ده ما حصلش النهارده، ما عندناش اي انهيارات لاي عقارات. حقيقه الموضوع ان يوم 8 في الشهر، يعني من حوالي 8 ايام، ايوه، كان في ست مقيمه في كفر الشيخ، فبتزور والدتها في احدى قرى مركز بلقاس، وهي قاعده في الاوضه وهي وابنها الطفل الرضيع وقع على دماغها جزء من سقف الاوضه. جزء من سقف الاوضه وليس انهيار للعقار. فتوفيت في الحال هي وابنها البلد. يعني العقار مش مكون من العقار نفسه، ما وقعش، اللي هو المكون من 3 لا يا فندم، لا. حقيقه الخبر انه جزء من سقف حجره. كانت الست قاعده هي وطفلها الرضيع في زياره لوالدتها، وقع على دماغها طوبه من السقف، فأودى بحياتها هي والطفل وتوفيت. اكيد مش طوبه بقى، اكيد جزء كبير، لان يعني طوبه دي ما تموتش برضه. قالوا جزء من السقف. جزء من السقف. طيب بشكرك شكرا جزيلا، ومصطفى الباز مدير امن